ازيكم يا اصحابي؟ خليكم معايا 20 ثانية بس وهتعرفوا حاجات هتخطفكم من الانبهارات. يا جماعة تعرفوا زمان قبل ما يبقى في حلاقين الناس كانت بتقص شعرها بالزلط والطوب؟ انا كبهير انبهرت. تعالوا نرجع بالزمن ونشوف العبث. رؤى صديقة القناة طلبت مني فيديو عن تطور الحلاقة، يا رب يعجبك. من زمان قوي جدا خالص كانوا بيستخدموا حجر ناعم عشان يشيلوا الشعر. والله حجر بس. بعد كده في مصر القديمة بدأوا يعملوا أدوات من النحاس شبه شفرة صغيرة، ويقوم الكاهن أو الشخص الكبير يظبط الشعر. ومع اليونان والرومان الموضوع بقى فيه حد مخصوص لشعر الناس، مكان صغير كده والناس تقعد تتكلم وتضحك وهم بيظبطوا شعرهم. بعد كده بقى يعملوا مقصات وأدوات حديد بقت أحسن وأدق، وبقى فيه ناس شاطرة جدا في ترتيب الشعر. ومرة واحدة اتعملت أداة جديدة آمنة عشان أي حد يقدر يجهز نفسه من غير ما يحتاج مكان خاص. وبعدين جه عصر الماكينات بقت سهلة وبتشتغل بسرعة وبتوفر وقت كبير. ناس كتيرة بدأت تستخدمها في البيت كمان، من أول حجر صغير لحد أدوات حديثة. الناس كانت بتحب تكون شكلها جميل، ودي كانت رحلتنا السريعة عبر الزمن. قولوا لي يا أصحابي، عاوزين جزء تاني عن أدوات زمان؟ تابعوا عالم ريماس على كل المنصات وصلوا على النبي.